مساء الخير، اهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومتابعينا متابعي اذاعه بوير اف ام على الموجه 103.5. اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج صحتك بالدنيا. رح كون انا معكم عماد خلف من وراء الميكروفون، وضيفي بالاستديو دكتور بنجين سليمان، اخصائي بامراض الاطفال الرضع والخدج وحديثي الولاده، لنحكي عن موضوع مهم كتير وربما تكون الجائحه الآنية أو الحالية الموجودة هي التهاب القصيبات الشعرية. خلونا نحن وأنتم نرحب بضيفنا الدكتور بنجين سليمان. يسعد مساك دكتور. أهلا وسهلا. مستمعينا يلي حابب ينضم لنا أو أي حد عنده سؤال بما يخص أمراض الأطفال، طبعا دكتورنا الدكتور بنجين أخصائي بأمراض الأطفال مثل ما ذكرنا. موضوعنا رح يكون عن التهاب القصيبات الشعرية. يا ترى شو هو، شو الأعراض اللي بتظهر على الطفل، شو الأسباب اللي بتؤدي لتشكل هالحالة أو المرض، شو العلاج، كيف بيتم التشخيص، وكثير من الأسئلة رح نطرحها على ضيفنا الدكتور. بشكر زملائي بالكنترول شيرين وشيزر. مثل ما قلنا فيكم تتواصلوا معنا عبر الرقم الأرضي 429-101. فيكم أيضا عبر البث المباشر بوير عربي أو صفحة الإذاعة راديو بوير، عبر الواتساب 093-82-80-81-4 429-101. مثل ما ذكرنا فيكم تتصلوا، لا تترددوا، شيلوا السماعة وأكيد رح نرد على أسئلتكم. بداية دكتور، لو كما دخلنا موضوعنا، يا ترى المستمع أو المستمع أو أحيانا الآباء والأمهات بيراجعوا العيادات الأطفال أنه الدكتور بيشخص الطفل أنه هذا معه التهاب قصيبات شعرية. يا ترى كتعريف شو هو دكتور؟ التهاب قصيبات شعرية هو مرض بيظهر عند الأطفال نتيجة إصابة الطفل بفيروس هو اسمه فيروس ريسبيراتوري سينسيشيال فيروس، نوع خاص من الفيروسات تضرب القصيبات الشعرية اللي هي تفرعات انتهائية بالقصبات عند الأطفال، وبتتعبى بلغم وبيصير وزمة بجدار القصيبة، وبالتالي بيصير ضيق نفس عند الطفل، فبيتعبوا الأطفال أول 3 أيام، بيصير عندهم لهتة، زلة، ضيق تنفس، ممكن يوصلوا لمرحلة اختناق لا سمح الله، بيزرقوا شفايفهم ويزرق جسمهم يعني من وراء الإصابة، نتيجة أنه ما يعاد القصيبات أو الجهاز التنفسي بيصير في صعوبة أنه يتبادل الأكسجين الدم مع الهواء الداخل بالقصيبة، نتيجة المفرزات البلغمية وتضيق القصيبات الشعرية. المرض هو أكثر شيء بيظهر بالشتاء، مرض الشتوية يعني. تماما. وهذا الفيروس بيزداد نشاطه بالبرودة أثناء الشتاء، يعني بنهاية شباط أو بشباط عادة بيزداد، يعني أحيانا كان بآذار، بس هالسنة شفنا أنه آذار صارت شتوية، صار إزاحة بين الفصول. أيوة فعم نشوف بهالأسبوع أو أسبوعين اللي مضوا أنه كتير حالات التهاب قصيبات شعرية، بيجينا بضيق نفس، شوية حرارة، بس أكتر شيء الشكوى أنه الولد ما عاد يقدر يتنفس. يعني الأعراض الشائعة هدول هن الولد بيحتاج ما يقدر يرضع، وبالتالي أحيانا يحتاج سواء الوريدية سيرومات، بس سيروم كمية قليلة مو كتير مشان ما نزيد الحمل على القلب كمان، وأكسجين عبر القناة، الهواء يعني أكسجين بارد مع رطب. تماما. هذا اللي بيفيد الالتهاب القصيبات الشعرية يعني. تماما. بس يتجاوز 3 أيام بيتحسن الولد، وبتروح الوزمة والبلغم بصدره، وبيتجاوز المرحلة الخطيرة. المرحلة الخطيرة هي أول 3 أيام يعني. تماما. لما تشتد الأعراض. دكتور، عم تحكوا عن الأعراض هلا، هاي الأعراض ربما هي بتخص الطبيب الأطفال. طيب هلا الأم اللي عندها طفل بالبيت وربما ما عندها الثقافة هيك، يا ترى شو هي الأعراض اللي بتظهر على الطفل؟ انتو جوز عبر السماعة او الاجراءات التشخيصية اللي رح نحكي عنها اكيد. الوالدة او والد الطفل كيف بدها تعرف انه هل الطفل هذا لازم يراجع الطبيب
إذا معه قصة التهاب قصيبات شعرية. الأعراض اللي ربما عامة الناس يشوفوها شو هي دكتور؟ الأعراض الأولية اللي بتظهر رشح، أعراض رشح بس، سيلان أنف، أيوة. شوية حرارة، والولد سعلة خفيفة يعني. بس أكتر شيء إنه سيلان أنف يعني. ممكن أول يومين يراجعوا حتى طبيب يفحص صدر الولد صافي طبيعي. أيوة. ما في شيء، شوية رشح يعني. يومين 3 ممكن بس رشح عادي. والثالث رابع نهار بنلاحظ انه يشتد عليه لما الفيروس ينزل على القصبات ويشتد عليه ويتحول بقاء لالتهاب قصيبات شعرية. حتى احد المرضى انه دكتور انت قلت لنا هذا رشح، قلت له ايه حبيبي هذا رشح بس انه نزل على القصبة، وصل لنهاية التفرعات، ازل القصيبات الشعرية وسبب زيادة البلغم وتشنج بهالقصيبات الشعرية، فصار عنده ضيق نفس فتحول لالتهاب قصيبات شعرية. أول شيء العرض كان رشح عابر يعني. ممكن بعض الأطفال رشح وبيمرق بسلام بدون ما ينزل على القصبة، وأحيانا تنزل على القصبات وتسبب التهاب قصيبات شعرية. ولما تصير التهاب قصيبات شعرية ساعتها تبدأ الخطورة، تشتد على الأعراض على الطفل، وممكن حتى يزرق ويوقف تنفسه نتيجة الزلة الشديدة عنده، خاصة إذا كان طفل خديج أو ضعيف، نمو ضعيف، فممكن يتأذى منه كتير يعني. تماما دكتور، باعتباركم وقفنا عن النقطة أنه مسألة الأعمار، أنه الخديج أو الطفل الرضيع أو كذا، يا ترى الفئات الأكثر اللي عم ينصابوا بهالحالات هاي دكتور هن الأطفال اللي بيكونوا بأعمار قليلة، أم أيضا هناك اللي أعمارهم فوق 5 سنوات 6 سنوات كمان؟ لو تحكينا عنها. لا هذول يعني هي اسمها التهاب قصيبات شعرية. يعني القصيبات الدقيقة الصغيرة، وكل ما كان الطفل صغير أو خديج أو قبل أوانه أو ضعيف كانت القصيبة كتير ناعمة مثل الشعرة يعني. تماما. فكل ما كبر الطفل القصبة تكبر، وبالتالي الفيروس ما يقدر يسبب مشكلة كبيرة. تمام. فبنشوفهم هدول عند الأعمار صغيرة، أقل من سنة أقل من سنة، نادرا 1.5 سنة يعني. أكثر شيء بهالعمر بيجي يعني التهاب قصيبات شعرية. أما بعد هالمدة القصبة بتكبر، وبالتالي حتى إذا انصاب بالفيروس ما بيصير هالوزيز وزيادة المفرزات ويصير ضيق نفس يعني. ساعتها بيتحول إنه ذات رئة، هي اللي ذات رئة فصية أو جزء كامل من الرئة، هذا اللي ممكن يسبب مشكلة يعني. أما التهاب القصيبات الشعرية عند الأطفال الصغار يعني 1.5 سنة وأقل. تماما. دكتور، دائما بأي مرض ما عم نرجع للأسباب، العوامل المسببة لهالمرض هذا. ببداية الحديث ذكرت أنه هذا سببه فيروسي أو ربما يكون، لو تحكي لك بشكل مفصل يا ترى غير أنه الفيروس في عوامل مؤهبة، العامل الوراثي، شو هي الأسباب اللي بتؤدي إلى تشكل هالحالة؟ لا ما في عوامل وراثية، ولكن انه هذا مرض بيظهر بالشتاء يعني نتيجة نشاط الفيروس يكون بالفصول الباردة يعني، وخاصة بالشتوية. فريسبيراتوري سنسيشال فيروس هو قلنا هو السبب. طبعا فيروسات تانية ممكن تسبب التهاب قصيبات شعرية، ولكن الأشيع 90% هو ريسبيراتوري سنسيشال فيروس. تماما. هو النشيط وهو اللي بيعمل التهاب قصيبات شعرية عند هالفئة من الأطفال الصغار يعني. أما أنه أسباب وراثية لا، باعتبار فيروسي وبيجي بالشتوية بيضرب هذا الطفل فبيسبب له هالمشكلة يعني. تماما. دكتور، دائما بنسأل موضوع التشخيص، يا ترى عندكم الطبيب الأطفال بيشخص هالحالة عبر السماعة بالفحص السريري، أو في عندكم إجراءات أخرى مثلا مثل التحاليل الدموية، صورة الصدر، أمور إجراءات يعني روتينية لتشخصوا المرض؟ شو هي الإجراءات اللي بتساعدكم لتشخصوا أكثر شيء التشخيص الواضح لما كطبيب بس يحط سماعته على الصدر بيسمع وزيز
وزيز مع تطاول زفير. هذا يعني موجه للالتهاب القصيبات الشعرية. طبعا العمر والفصل، أيوة. والفحص السريري اللي هو الوزيز وتطاول زفير، خاصة يكون متناظر بالجهتين يعني. هذا بيوجهني لالتهاب قصيبات شعرية. صورة الصدر عادة بيظهر انه فرط تهوية، ما بيظهر انه التهاب، ولكن تهوية واسعة، يعني انه الرئتين بيظهروا بشكل انه الهواء فيهم زايد. الاضلاع 8-9 لما نعدهم نلاحظ انه هذا فرط تهوية، يعني الهواء فات على القصبة وصار مثل انتفاخ بالرئة. فهذا موجه او مشخص لالتهاب قصيبات شعرية يعني. مع انه بالسماعة انا سامع وزيز وتطاول زفير، في شوية حرارة، كان في شوية رشح، يعني من القصة، من الفحص السريري، من الصورة إذا هاي بيوضح أنه التهاب قصيبات شعرية. طبعا ناخذ الصورة مشان يبين معنا أنه هل مرافق في انخماص، في ريح صدرية مثلا مرافق، في ذات رئة فصية، في مشكلة أكبر يعني. بس عموما الصورة الفرط وضاحة هي بتعطيني التهاب قصيبات شعرية وبتعبر إن شاء الله بسلام. حابب أذكر مستمعينا للي عم يسمعونا هلا، عم تسمعوا راديو بوير اف ام على الموجة 103.5، برنامج صحتك بالدنيا. ضيفنا بالاستديو دكتور بنجين سليمان، اخصائي بامراض الاطفال والرضع والخدج وحادثي الولاده، خريج جامعه دمشق ومشفى الاطفال. عم نحكي عن موضوع مهم كتير، هو مثل ما حكينا ببدايه الحلقه، التهاب القصيبات الشعريه. يا ترى شو هو العوامل المسببه والتشخيص؟ دكتور، بعد التشخيص اكيد الدكتور بيلجأ لموضوع العلاج. العلاج كيف بيكون؟ ضمن حديثكم من شوي حكيتوا انه ربما الطفل يضطر او عفوا يعني تلجأوا لتنوموا الطفل بالمشفى او يحتاج لاكسجين. ولو تحكينا عن موضوع العلاج، ايمت بيحتاج للمشفى، ايمت بيحتاج للعلاج المنزلي، شو هي السيستم العلاج تبعه؟ العلاج الحالة البسيطة إذا ما زرق الطفل أو ما كان عنده ضيق نفس شديد، ما عنده زرقة، هذا ممكن يتعالج بالبيت بشوية سوائل دافية و يعني قطرات أنفية، يعني أنه هو فيروسي مو بحاجة لمضادات حيوية ولا شيء يعني. عم شوف أحيانا بعض الزملاء بيكتبوا لزيادة البلغم مثل بروميكسين والشغلات، هذا بيزيد البلغم بالقصبات وبيؤدي لاختناق أكثر يعني. أيوة. لأنه الطفل خاصة الخديج ما عنده مقدرة أنه يسعل ويطلع البلغم. صح. فعموما الهواء والأكسجين هو العلاج، الأكسجين الرطب هو علاج الشافي يعني لهالحالة. أما لما يحتاج نشوف وضعه صار سيء بحيث أنه يزرق الطفل أو ضيق نفس شديد، فبنخاف عليه أنه ممكن يختنق الولد، نحطه بالمشفى، نحط له سوائل وردية، سيروم، أكسجين عبر قناع، ممكن إرزاز تبخير بخار بسالبه، ولو أنه مشكوك منه فائدته، ولكن بينحط لهم يعني تلطيفي. هذا علاج أحيانا ممكن بعض الأحيان ينعطى فليبوكورتيف، يعني كورتيزون خفيف، جرعات خفيفة. جرعات خفيفة أحيانا بيساعد، وأحيانا يعني ما بين يعني مشكوك بأمره. ففي بعض المدارس بتحط انه الفليبوكورتيف، واحيانا بيقولوا بس اكسجين رطب. بجامعة دمشق كنا نعتمد بس اكسجين رطب، خيمة اكسجين. أيوة. والولد تحت منه اكسجين وتفجير بالوضع. نقلب الطفل ندقله على ظهره بحيث يطلع البلغم، بيستريح يعني بيرتاح لما يطلع البلغم، لأنه البلغم بيكون كثيف. الفيروس بيؤدي لتشكيل قوامه لزج،
سميك ما بيطلع بسهولة. فالسوائل الوريدية والبخار الأكسجين الرطب بيفيد بهالموضوع هذا، وتفجير بالوضع بيطلع له البلغم وبيرتاح يعني. تماما. أيضا حابب أذكر مستمعينا للي عم يسمعونا ضيفنا بالاستديو الدكتور بنجين سليمان، أخصائي بأمراض الأطفال. أي حدا عنده سؤال حابب يسأل أو يتفضل عبر الرقم الأرضي 429-101، عبر رسالة عبر البث المباشر على صفحتي الإذاعة بوير عربي وراديو بوير، فيكم تكتبوا السؤال. أيضا فيكم عبر الواتساب، اللي عنده واتساب فيكم تبعتوا لنا رسالة عبر الرقم 093-82-80-81-4. رح نكون بخدمتكم. طبعا عم يشرح لنا الدكتور موضوع الالتهاب القصيبات الشعرية، شو العلاج المناسب. دكتور، عوامل الخطورة بهالحالة هاي يعني ممكن سجلت بخلال دراستكم وخلال سجلت حالة انه تأزمت وأدت إلى وفاة، أو عوامل الخطورة انه الطفل يحتاج لتفجير صدر، أو أي يعني عوامل الخطورة بين قوسين لوين بتأدي؟ أكثر شيء أهم عامل الخطورة إنه الطفل يكون خديج أو صغير أو ضعيف، هدول بيتأذوا أكثر. فلما بيجينا طفل بمراحل الأهل مثلا مو مراجعين الطبيب بوقت المناسب، بيجي بزلة وزرقة والتهاب شديد، فهذا ممكن يحتاج جهاز تنفس اصطناعي وممكن يؤدي إلى وفاة حتى. يعني صارت بعض بعض الأحيان صارت يعني حالات وفاة يعني، بس كانت الأعراض شديدة والأهل متأخرين للأسف. يعني دائما عبر برنامجنا واللي بنعتبره هو توعوي، انه الاطباء دائما يوصوا انه دائما اي مرض سواء كان الاطفال او الكبار، ببدايه المرض وبدايه الحاله بيكون التشخيص سهل، وبيكون ايضا العلاج اسهل والنتائج تكون مرجوه. فعبر منبرنا ايضا دائما وبنصائح الدكتور بنجين سليمان رح يحكي لنا شويه نصائح عامه. لكن قبل النصائح، في مستمع بعت على الواتساب موضوع هي بعتي انه موضوع لف الطفل، هي عندها عمرها طفل بعمر 2 شهر، عم تسأل انه يا ترى نحن ابائنا عم يلفوا الاولاد بشكل كامل، يعني من الفوق لتحت يعني، فانه عم تسأل يا ترى ما مدى صحة هاي، والتوصيات اكيد حابين عبر منبر بوير الدكتور ينصحنا شو هي الطريقة الصحيحة. اسم العملية هي بيسموها التقميط. التقميط انه بيلفوا الطفل. القبل كانوا انه الطفل لما يكون مشدود بينام اكثر وسهل الحمل وهاي الامور هاي، فكان يقمطوا الطفل. شاف بالتجربة او بالدراسات الحديثة بيّن انه التقميط بيؤدي لخلع ورك ولادي. فالاطفال اللي عندهم تحت خلع وممكن يشفوا اذا قمطناهم بيصير خلع تام يعني. فمشان هيك ما بننصح انه التقميط يكون كامل. ممكن لف طفل ايديه نضبهم ونلفه، بس رجليه لا. الايدين ليش بنقمطهم؟ ممكن بيحس الطفل انه لساته ببطن امه يعني. ايوه فبينام فتره اطول مرتاح كذا. فمعلش اذا قمطنا الايدين، اما الرجلين لا ما بنصح فيه، لانه يؤدي الى خلاع ورك. اذا كان عنده وراثيا جسمه مهيئ ليصير عنده خلع. بظن الدكتور البنات هن الاكثر عرضة لموضوع الخلع، او ما في نسبة معينة يعني؟ في نسبة تماما اكثر يعني بيجوا. بنرجع لموضوع حلقتنا دكتور بنجين بموضوع النصائح للامهات
والآباء اللي عندهم قصة التهاب قصبات أو قريب خفيف مثل ما ذكرتوا، لا يأهملوا هالموضوع هذا مهما كان بسيط. طبعا نحن معتادين بمنطقتنا أنه نراجع طبيب يوصف له شراب معين، ربما شراب ما راح يفيده، يكون هو إنتان فيروسي ما بيحتاج لمضاد حيوي. فهالأمور هاي كلها حابين عبر برنامجنا وعبر منبر بوير وبنصائح الدكتور بنجين ينصح مستمعاتنا الأمهات والآباء هالموضوع هذا بشكل عام. عموما مثلا أي طفل بس نلاحظ عليه أنه مريض مفروض أنه يراجع طبيب، بس على الغلاء المعيشة وكذا فممكن الأهالي بيلجوا أحيانا طبعا بيمروا على الصيدلية وبيطلبوا بعض الأدوية وبيحكوا للصيدلاني إنه عنده كذا كذا، فالصيدلاني يقوم يعطيهم بعض الأدوية. يعني بنتمنى إنه إذا الصيدلاني عطى بعض الأدوية ما تكون أدوية اللي بتدخل ضمن العلاج، يعني مثل مثلا مضادات الحيوية الأهل بيستعملوه يوم يومين وبيصير فعل مضاد من قبل الجراثيم، وبالتالي الجرثوم بيتفعل أكثر بعدين وبيعمل أضداد ضد الدواء هذا، فبعدين الدواء ما عاد ينفع. يعني بيصير مقاوم على أيوة بيصير مقاومة، الجرثوم بيصير يقاوم المضاد الحيوي لأنه ما استعمل بموضعه وما استعمل بمدة كافية. فمثلا مثل هالحالة التهاب قصيبات شعرية عبارة عن سببه فيروس، يعني إذا أعطينا مضاد حيوي ولا ما أعطينا مضاد حيوي ما بينفع. يعني مو القضية إنه كل طفل يجي مع يسعل يلا نعطيه مضاد حيوي. وأحيانا بعض الأولاد الصغار ما بنعطي مقشعات قوية، مقشع طفل ما يقدر يسعل، منعكس السعال عنده ضعيف ولا يطلع هالبلغم. فهالأمور هاي لازم ناخذها بعين الاعتبار، ومفروض انه يراجعوا الطبيب هو الأسلم والأفضل، انه الطبيب رح يفحصه ويتأكد انه هل وصل لمرحلة مشفى او التهاب قصيبات شديد او وسط او بدايته، يوصف أدوية مناسبة له بيكون أسلم له. يعني أكيد. دكتور شو بنقول للآباء اللي عم يدخلوا بغرف الموجودة فيهم الأطفال؟ خلينا شوي نختم لقاءنا بشوية نصائح للآباء، يعني هاي اللي بتخصهم لهم. يعني شو بتحكي للآباء اللي عم يدخلوا؟ صراحة الدخان مضر، وخاصة لما يكون في مشكلة صدرية، سواء التهاب قصيبات شعرية أو ربو أو ذات قصبات أو التهاب قصبات. فهدول فورا إنه بما إنه القصبة ملتهبة فتتحسس من الدخان، من الرائحة. أول ما يوصل الدخان للقصبة فيبلش الطفل يسعل. مشان هيك أكتر شيء بيقولوا لنا الأمهات إنه والله دكتور بس لما ينام الطفل يبلش يسعل، بيكون أبوه دخن سيجارة. أيضا زاد موضوع الهواء النظيف في الغرفة دكتور، رش المعطرات للأمهات أيضا اللي بيستعملوا مثلا، هذا ما بيأزم هالحالة هي كمان اللي عنده سواء مثل ما تفضلتوا موضوع الربو أو تحسس ربو قصبي عند الأطفال؟ طبعا إنه الربو خاصة إذا عنده ربو ممنوع الدخان عليه، ممنوع الروائح سواء عطور أو بخور، حتى رائحة المقالي لما الأم مثلا تقلي شغلة ما لازم يكون الطفل متواجد بالمطبخ. نتيجة الروائح ممكن تسبب له نوبة. عموما الصوف دكتور، الصوف طبعا درجة أولى لما خاصة يتغطى بالبطانية أو الحاف. إذا من صوف أكيد الرائحة الموجودة بالصوف بتسبب نوبة كمان اللي عنده يعني الربو. تماما. بنهاية اللقاء هذا حابب أشكر الدكتور بنجين سليمان، أخصائي بأمراض الأطفال والخدج والرضع وحديثي الولادة، على هاللقاء الجميل والمعلومات القيمة. ألف شكر لكم دكتور.
شكرا لكم، شكرا للمستمعين. بنتمنى انه تكونوا استفدتوا من هالمعلومات اباء وامهات الاطفال. بنتشكركم على حسن الاستماع والمشاهده، على امل نلقاكم الاسبوع القادم بحلقه جديده وضيف جديد. تضلوا بخير وسلامه.